أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن الفترة من يوم 4 ديسمبر اللي هو النهاردة حتى آخر شهر ديسمبر لعام 2023. وقلنا انتظروني في المفاجآت السارة والسعيدة والتغيرات الجذرية والجوهرية في حياتكم لعام 2024 بالنسبة للناحية العاطفية وأيضا الناحية العملية. طبعا القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان لو انت مشتركة بالفعل يا ريت نعمل مشاركة للفيديو ونعمل لايك علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. امرأة برج القوس هنتكلم النهاردة عن الصعيد العاطفي، وهنتكلم عن الصعيد الصحي، وهنتكلم عن الصعيد المالي والعملي، وكمان هنتكلم عن ايه المشكلات اللي ممكن تواجهك الفترة اللي جاية وكيف تتخلصي منها وتواجهيها بشجاعة. كمان هقولك على بعض التحذيرات وبعض التبشيرات المهمة. أول شيء هنبدأ بالصعيد العاطفي. الحبيب حاسس إنك أعلى منه وإن حجمه قليل قوي قدامك. هقول تاني، الحبيب حاسس إنك أعلى منه وإن حجمه قليل قوي قدامك. يعني إيه معنى الكلام ده يا امرأة برج القوس؟ يعني في موقف مر بالحبيب لخبط صورتك وصورته قدام بعض، ولكن زي ما أنا قلت قبل كده وبكرر تاني إن في قوة كونية سوف تجمعك مع هذا الشخص. طب إيه سبب إحساسه إنك أعلى منه وإن حجمه قليل أوي قدامك؟ هو أولا بيشعر من الداخل إنك أنت كشخصية أقوى منه، وبيشعر كمان إنك جذابة وإنك تستطيعي تحققي أي نجاح تحطيه في دماغك. كمان هو بيشعر إنك دايما بتفاجئيه بأشياء أو بأفكار جديدة خارج الصندوق، يعني خارج ما هو متوقع منك. فهو بالفعل بيعشقك بطريقته، بس انت دايما بتفهميه غلط وهو فاهمك أيضا غلط، لأنه حاسس زي ما بقولك هذا الإحساس إنك أعلى منه وإن شخصيتك قوية وإن حجمه قليل قوي قدامك. طيب، كمان هو بيحبك حب غير مشروط، لكن واقع في اختيار صعب، واقع في اختيار انه هو حاسس انه اقل منك وفي نفس الوقت حاسس انك انت اعلى منه. فبيشعر بانه دايما يعني بيؤدي بيكم الى دايما الى حارة سد زي ما بنقوله، او الى اختلافات جوهرية في بعض الاشياء التافهة. ولكن مفتاح البداية الجديد في ايدك انت. مفتاح البداية الجديد في ايدك انت. مفتاح البداية الجديد بينك وبينه هو في ايدك انت، وهو كسر العادات القديمة. هو كسر العادات القديمة. يعني ايه كسر العادات القديمة؟ يعني خليه يشعر بقيمته، خليه يشعر بانه هو انك انت مش اعلى منه، انكم انتوا الاتنين واحد، وانه حجمه كبير قدامك. انه يعني انت حسسيه بانه ايه، انه هو كل شيء في حياتك، انه هو احسن شيء في حياتك، انه هو اغلى شيء في حياتك، علشان يشعر بهذا الإحساس ويتبدل منه الإحساس اللي هو بيشعر دايما بأنه قليل قدامك. كمان الفترة اللي جاية، وأنا بكررها دايما وهو لازم برضو يعرف كده، إن وجودك في حياته أنت رزق كبير. رزق كبير أنت وجودك في حياته. فلما هيحدث تفاهم بينك وبينه، يحدث تصالح بينه وبينك، هيشعر بأن هو يعني إيه، رجعت الدنيا تاني والحياة أصبحت يعني بينك وبينه أحسن. وإنه هيشعر إن الموقف اللي كان ملخبط صورته أمامك أصبح ملهوش، إنه فهمه كان غلط يعني. وفي عشان تحطيها في دايما في بالك إن الحب هو اللي بينتصر في النهاية، وإن في سعادة كبيرة في حياة امرأة برج القوس، سواء مع هذا الشخص أو مع حب حديث جديد في حياتها. لأن امرأة برج القوس هي راسمة مواصفات معينة في شريك الحياة، فإن شاء الله ربنا يرزقها هي رسمة في دماغها، وإن هي تتوفق في حياتها الشخصية.
وزي ما قلنا ان في مفاجآت سعيدة في الفترة اللي جاية في عام 2024، مفاجآت سعيدة من ربنا كتعويض لامرأة برج القوس على الفترات اللي مرت بها من تعب، وانه ربنا هينور بصيرتها ويعطيها فرصة ذهبية في الاختيار المناسب لشريك الحياة، سواء هي يعني غير متزوجة او منفصلة. فهتكون في يعني خطوات ايجابية في حياة امرأة برج القوس. دي من الناحية العاطفية. من الناحية العاطفية كمان أنا هو شايفك إنك مدللة، وفي نفس الوقت محبوبة، وفي نفس الوقت هو شايفك ساعات بتكوني مزاجية، وبتميلي دايما إلى العلاقة الحب الرومانسية. وهو ممكن يكون يعني ما بيعرفش يظهر عواطفه ولا يظهر مشاعره بسبب إنه مؤمن، بسبب أو من غير سبب يعني. فده هو برضه خلاه كان يشعر الفترة اللي فاتت بهذا الإحساس. امرأة برج القوس هيكون عندك لقاءات جديدة ومثيرة في العمل، هيكون عندك شغل كتير في العمل الفترة اللي جاية دي، هيكون عندك كمان يعني مسؤوليات مختلفة، فلا ترهق نفسك كثيرا في العمل. كمان هيكون في عندك الفترة اللي جاية دي مال، وربما ترقية، وربما أيضا حصولك على ميراث، أو إنك أنت هتكسبي قضية في الفترة اللي جاية دي. كمان آن الأوان لإعادة المياه إلى مجاريها في علاقتك التي زعزعتها قلة الثقة في الآونة الأخيرة، والتي كادت أن تشرف على الانهيار، لأن في رسالة سوف تصلك بأخبار سعيدة في حياتك هتخلي حياتك العاطفية والعملية في تقدم وفرح وسعادة. امرأة برج القوس أمامك أيضا في هذه الفترة شخص يعني هيجيب لك هدية، هذه الهدية هتكون هدية قيمة يعني بالنسبة ليكي. خلي بالك أنت محاطة بعدد كبير من الحساد، فخلي بالك من إنك أنت دايما تحصني نفسك، وتخلي بالك من صحتك، وبلاش تعطي أي شيء من حاجاتك الشخصية إلى أي حد، عشان ما يعني إيه نقول إنك تحافظ على أشيائك الخاصة بيكي، علشان ما حدش يستغلها استغلال غير صحيح. كمان هتكون الأمور عندك على ما يرام الفترة اللي جاية دي، وهتكون عندك السعادة هترفرف على حياتك العملية والعاطفية. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تواجهها امرأة برج القوس الفترة اللي جاية دي؟ هي الأرق، مشكلة الأرق وعدم النوم، والبعض منكم بيمر بها في الفترة دي يعني، وده بسبب التفكير الكتير. يا ريت نوقف دماغنا عن التفكير ونسيبها على الله، والدنيا هتمشي زي الفل وهتتحسن وهتكون حياتك مية مية الفترة اللي جاية. بس لو انت بطلت التفكير والإجهاد النفسي والاكتئاب والقلق والخوف والكلام ده، سيب الدنيا تمشي، فلا داعي لشعورك بالذنب اتجاه الماضي، ولا تفكر في المستقبل. انت عيش الحاضر اللي انت عايشة فيه بابتسامة مشرقة، وهتكون الحياة في زي الورد معاك الفترة اللي جاية دي. مزاجك المتقلب، حاول انك دايما ما تخليش مزاجك يمشيكي على هواء، انت دايما فكري بطريقة كلها حكمة وكلها يعني كلها حكمة وكلها امل في ان بكرة هيكون احسن بالنسبة لامرأة برج القوس. كمان في من التبشيرات ان امرأة برج القوس هيكون عندها الفترة اللي جاية صداقات جديدة، هيكون عندها زملاء هيكونوا في الحياة ممتازين معاها، هيكون معها تفاهم مع أفراد أسرتها والطرف الآخر. كمان هي هتشعر بأن عندها يعني أمانة إنها تساعد الآخرين، وتشوف إيه يعني تقدم لهم يد المساعدة، وده هيساعدها على الفرح، لأن كل ما هتعمل خير هتشعر هي بفرح من داخلها وهتشعر بسعادة. امرأة برج القوس أنا مش عايز أطور عليكي، ولكن دايما تابع معايا في القناة علشان نديكي ما هو جديد. وكمان في شيء مهم دايما أحب أقوله، في حب جديد يطرق أبواب قلبك، فلا تترددي، لأن الفلك بيدعوك إلى الحياة والفرح والمغامرة في هذه الأيام. إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله، وإلى اللقاء.